اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. يلا بينا على روتين طاقه ايجابيه كده، وروتين كله حماس كده. ويلا نطلع على السطح ونشوف العشه بتقول ايه، والاوضه اللي كانت مليانه طيور من حمام لفراخ بلدي البيض. وللعلم كمان البيضة اللي انا كنت مطلعاها دي كانت محطوطة تحت العشة اللي انتوا شايفيني في اول الفيديو كنت بنضف فيها. انا عايزة اقول لكم ان انا مطلعة اكتر من 200 300 جنيه بيض فاسد من تحت العشة دي، من كتر ما كانت الفراخ بتبيض والبيض بينزل يعني بيتحرك ينزل تحت العشة زي ما انتوا شايفين. الحمد لله خير، وزي ما انتوا شايفين كده ما عادش عندي ولا ريشة، الحمد لله. ونقول الحمد لله على كل شيء. ويلا بينا روتين طاقة ايجابية بعد ما كانش لينا نفس ان احنا نطلع ولا ننظف حاجة من كتر الكلام ومن كتر النق ومن كتر القر علينا. حط كلام الناس تحت رجلك علشان تعلى وتكبر. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. ودخلت كده لقيت الدنيا تضرب تقلب، وما كانش ليا نفس ان انا اطلع ولا ادخل الاوضه دي حرفيا. كل حاجه متكركبه، انا بحب النظام فيها جدا وبحب تكون دايما نظيفه. العشه اللي هي اللي جوه اللي كلها سلك ديت هي محطوطه على عجل. وكان الفراخ البلدي اللي انا كنت مربياهم كانوا لما بيدخلوا يبيضوا في الجنب كده، كان البيض يلف ويدخل تحت العشه. طبعا انا كنت اطلع ما اشوفوش، كانت الانتاجيه يوم تبقى كويسه واليوم اللي بعده تبقى قليله، كنت باكل في الفاضي، جالي قفله نفس منهم. فبالتالي ابتديت ان انا ادبح فيهم، واللي ابيعه واللي ادبح فيه. وطبعا كان موجود حمام وكان موجود خير ربنا كتير، بس الحمد لله على كل شيء، وكلنا صبر الا ما كتبه الله لنا. يلا بينا كده ننضفها بقى استعدادا لوجود ان شاء الله تربية جديدة، استعداد لرمضان بإذن الله. حبيب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. هي تعتبر دي عودة بعد خراب مستعجل. زي ما قلت لكم هنشوف هنعمل ايه. ابتديت كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة عندي هعملها في الأوضة ديت ان انا اخلع الابلكاشة اللي ورا دي اللي انا بكنس من عندها. الابلكاشة دي متثبتة في قلب العشة، فانا عايزة اخلعها علشان ارسي العشة على الارض. علشان بعد كده، لان انا طلعت من تحتها، كنت اطلع مثلا الفراخ البلدي زي ما كلنا عارفين الاحجام بتاعتهم قليله او صغيرين، يعني بلدي الحر اللي هو الدوده بتاعه البيض ده بيبقى في البيض بسم الله ما شاء الله عليه، بس اوزان ما بيشيلش. كنت اطلع الاقي الفرخه تدخل تحت العشه ما تعرفش تطلع، فبالتالي العدد بتاعهم العدد يقل. كنت مربيه مثلا حوالي 30 ولا 40 فرخ، اطلع الاقي 38، اطلع الاقي 35، اطلع لحد ما صفصفوا على 30، يجي حوالي 10. اتصدمت ان هما بيدخلوا. انا طبعا ما كنتش اخد بالي، اقول ايه يا ربي، الريحه دي الريحه وحشه، في ريحه وحشه، ما اعرفش الريحه جايه منين. اقوم انضف الفراخ، يبقى يمكن من نظافه الفراخ انضف لهم مره، في التانية في التالتة، لحد ما بدات ان انا اطلع احط مثلا بخور، احط بقى معطرات. ما هو انا نضفت، هعمل ايه اكتر من كده؟ اتاري الكارثه اللي انا ما كنتش اعرفها ان هما بيدخلوا تحت العشه يتزنقوا وما يعرفوش يطلعوا، فيموتوا من الخنقة او يتزنقوا ان هم مثلا مش عارفين لا ياكلوا ولا يشربوا ولا الحاجات دي كلها، ومش عارفين يرجعوا في نفس الوقت. وانا طبعا مانيش عارفة ان هم بيتزنقوا في الحتة دي، فبالتالي بيموتوا وواحدة ورا واحدة ورا واحدة بيموتوا، وانا ما كنتش اعرف. فبدايتها صح بقى، علشان نبتدي ونجيب تربية جديدة يبقى بدايتها صح من البداية كده. زي ما انتوا شايفين ابتديت اكنس والم الكنسة، ونبتدي بقى كده نسمي الله علشان نجيب تربية جديدة. وان شاء الله انا ناوية ان انا اجيب ساسو، لان المناعة بتاعته بتبقى عالية وبيتحمل يعني. وفي ظل الجو اللي احنا فيه دوت، جو ما انتيش عارفة بقى، شوية ساقعة وياخدوا منك برد، لا مش عارف ايه، فالابيض مش هيستحمل معاكي في الجو ده. لسه اللهم بارك شهرين او شهرين ونص على رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. لسه شهرين ونص او اكتر او اقل، المهم يعني في الحدود دي. احنا لازم نبتدي من دلوقتي، يعني انا باذن الله هبتدي معاكم يوم بيوم في دورة الفراخ دي.
انا حاجزه كمان اسبوع باذن الله هنزل الفراخ عندي، فبرضه هجيب حوالي 5 ابيض يلحقوا معايا اول اسبوع في رمضان، على بال ما يكون الساسو شد حلو كده وظبط معايا، لان انا بذبح الساسو عندي على شهرين. شهرين بسم الله ما شاء الله، بيبقى شايل اوزان، بيبقى الاوزان يعني اللهم بارك، بتبقى 2 كيلو و2.5 و3 لو ديوك كمان. ابتديت بقى كده، انا طبعا قسمه العشه الكبيره او الاوضه الكبيره ديت بالنص، حاطه فيها اللي عامله فيها زي حته كده للمنافع، اللي هي بقى احط فيها شنطه سفر مثلا زي ما انتم شايفين، الالعاب بتاعه الاولاد اللي انا مش محتاجاها، ستاير مثلا كانت قديمه وعيناها، حافظات سجاد، السجاد المغسول، احطه كده. الدنيا كلها كانت في الاوضه التانية دي. كمان الديب فريزر بتاعي كل المنافع بتاعتي، التوم والبصل والبطاطس، لو بخزن بطاطس كده اللي هي من السنة للسنة دي، كل حاجة بحطها في قلب الأوضة دي. فطبعا الأوضة دي كانت اتكركبت من كتر ما كنا اطلع يا مازن احط حاجة وتعالى، وبخلي الولاد يعملوها. فقلت الأول خالص أفضي الأوضة، وبعدين اشيل الابلكاشة اللي هي انا قلت لكم عليها، او اللي كانت فاصلة بين الأوضتين، علشان ارسي العشه ديت على الارض. وايسل دخلت، ربنا يبارك لها يا رب، حبيبه قلبي ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها، دخلت كده تساعدني زي ما انتم شايفين. وخلصنا، ابتديت ان انا اكمل بقيه الكنيس، وهي كمان كنست اللي جوه كله، وخلصت زي ما احنا شايفين كده. طلعتها وانا لميت الكنسه. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه بتابعوني لحد هنا، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد، وكمان شير كتير وكومنتات ايجابيه علشان تساعدوني كده واكبر بيكم ان شاء الله، ونقدر نساعد بعض تربية فراخ، ونحمس بعض، وكمان كل حاجة نعملها بأرخص الأسعار وأرخص المنتجات عندنا في بيتنا. انا هنا خلصت الاوضه، وابتديت شلت الابلكاشه زي ما احنا شايفين كده من ورا، وهلم الكنسه بقى في قلب الشكاره دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي لو لسه متابعيني لحد دلوقتي، ما تنسوش تنزلوا كده في الكومنتات، الصلاه على النبي بتزود في الرزق وبتفتح الابواب المغلقه، وكمان حل المشاكل، وهتلاقي الدنيا كده اتيسرت عليكي. ربنا ييسرها علينا كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. ابتديت بقى اقفل العشه كده علشان اشيل الابلكاشه اللي في الجنب دي، واشيل كل حاجه متمسمره فيها، لانها هي متمسمره في الحاجات اللي حواليها دي زي ما احنا شايفين كده. وماسكه الشاكوش واشتغلت، طبعا انا اتبهدلت اتمرمطت في اليوم ده. جيت في الاخر وكان لازم 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 مساعده. الست مهما كانت هي ست وضعيفه، شوفوا انا هنا ظبطت الدنيا كده، الدنيا وقعت مني بقى كده، عايزه مساعده. الحاج صاحب البيت كان لازم يطلع، نزلت طبعا، وعلى بال ما اتحايلت شويه وطلع علشان يعمل لي العشاء زي ما انتم شايفين كده. واستنوني في جزء تاني ان شاء الله.